السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تانية ثانوي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة سعادة وعافية. ان شاء الله احنا النهاردة هنشرح مع بعض الدرس السابع في المنهج. احنا عندنا 8 دروس، ده الدرس السابع اللي هو الدرس رقم 3 في الوحدة الثانية بتاعت حضرتك. الدرس ده بيتكلم على الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الأمويين. جميل. ان شاء الله الدرس ده درس مهم. الدرس ده والدرس اللي قبليه اللي هو الدرس السادس درسين مهمين جدا. بالله عليك ذاكرهم كويس، ركز فيهم كويس، عشان دول اهم الاسئله اللي بتيجي عليهم، ودي اكتر الموضوعات اللي الطالب بيغلط فيهم في الامتحان. طيب نسمي الله ويلا نبدا مع بعض الدرس بتاعنا. طيب هقول لك بس على تركات صغيره حاجه كده في الاول قبل ما نخش على التفاصيل. بص يا سيدي الفاضل، احنا عندنا مفروض في عهد الخلفاء الراشدين، لا تعال نجيب دي معلش ثانية واحدة. طيب احنا عندنا في عهد الخلفاء الراشدين، احنا كان عندنا 4 خلفاء تحت مسمى الخلفاء الراشدين. مين هم مستر؟ اول واحد سيدنا ابو بكر، صح؟ وبعد كده سيدنا عمر، وبعد كده سيدنا عثمان، واخر واحد كان سيدنا علي بن ابي طالب. ابو بكر وعمر وعثمان الثلاثه في عهدهم كان في فتوحات اسلاميه، بس خلي بالك ان في اواخر عهد سيدنا عثمان، في اواخر عهده ايه اللي حصل؟ بدات الفتوحات الاسلاميه تقف في اواخر عهد عثمان بن عفان. ليه؟ لان حصلت فتنه كده معينه في عهده. الفتنه دي اثرت على عهد سيدنا علي بالكامل، ففي عهد سيدنا علي توقفت الفتوحات بشكل كامل. طب الاسئله يا مستر تيجي ازاي في المنطقه دي؟ يقول لي مثلا هو توقفت الفتوحات في اواخر عهد مين؟ اقول له في اواخر عهد عثمان. طب توقفت الفتوحات طول عهد مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. وخلي بالك هي توقفت هنا الاسباب سياسيه، عشان هي توقفت بسبب ان كان في فتنه وانقسامات داخل الدوله الاسلاميه. طيب مع مقتل سيدنا علي بن ابي طالب اللي هيمسك الدوله الاسلاميه واحد من الناس المحترمة جدا في الدولة الإسلامية، واحد اسمه معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان ده هيمسك الدولة الإسلامية وهو اللي هيحكم. فهيعمل بقى ده عصر جديد احنا بنسميه عصر الخلفاء الأمويين أو الدولة الأموية. خلاص؟ العصر ده بقى يعتبر واحد من أهم وأعظم العصور الإسلامية. يعني الدولة الأموية دي عصرها هو أعظم عصر كان موجود في الدولة الإسلامية كلها. ليه يا مستر؟ تعال أقول لك ليه. أول حاجة، لأن في العصر ده وعلى إيد سيدنا معاوية أعيدت حركة الفتوحات الإسلامية مرة أخرى. الفتوحات الإسلامية رجعت مرة تانية بعد ما كانت واقفة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب، فعشان كده ده عصر عظيم جدا. تاني حاجة، إن في عصر الخلفاء الأمويين حصلت حاجة جميلة، اتسعت الدولة الإسلامية بشكل كبير. يعني الدولة الإسلامية اتسعت بشكل كبير جدا. حصل اتساع كبير في الدولة الإسلامية في عهد الأمويين. من فين لفين؟ احنا سيطرنا على العالم، تخيل، من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا. طبعا انت محتاج تبص على الخريطة، تعال اوريها لك عشان تبقى فاهم. بص يا فنان اهو، احنا في عهد الدولة الأموية احنا سيطرنا على العالم، شايف من هنا، من عند حدود دولة الصين اهي، كل ده بقى معانا، كل ده اسلام، كل ده اسلام لحد بلاد الاندلس او حدود دولة فرنسا. شوف كل ده الدولة الاسلامية، وده كان اقصى اتساع حصل للدولة الاسلامية كان في عهد الامويين. فعشان كده احنا بنقول ان اعظم الفتوحات واعظم الدول اهي عصر الدولة الأموية. في فتوحات إسلامية في الشرق والغرب رجعت مرة تانية. الدولة الإسلامية وصلت لأقصى اتساع ليها من بلاد الصين شرقا حتى فرنسا أو بلاد الأندلس غربا. طيب تعالى بقى نبدأ نمسك منطقة منطقة هنبدأ نتكلم عليها. هنمسك أول حاجة منطقة المشرق الإسلامي اللي هي هنفتح بلاد السند وبلاد ما وراء النهر. طيب هقول لك أنا على حاجة حلوة، هو هنا الكلام مشروح.
انا بقى مش محتاج اشرح على ده، انا محتاج اشرح على ايه؟ على الخريطه بقى. ايوه، نجيب بقى الخريطه اللذيذه بتاعتنا دي وتعالى نشرح عليها. بص يا سيدي الفاضل احنا هنتكلم على فتح المنطقه بتاعت المشرق الاسلامي، هنتكلم عن دي وعن المنطقه دي بس. طيب تعالى نشوف التفاصيل. بص يا فنان، بلاد السند دي المسلمين هيفتحوها سنه 89 هجريه. ماشي. بلاد السند دلوقتي يا مستر اسمها ايه؟ اسمها باكستان. تمام؟ طيب مستر، هو ليه المسلمين عايزين يفتحوا بلاد السند؟ ايه اهمية بلاد السند بالنسبة لنا؟ قالوا لنا هي البوابة اللي هتدخلنا المنطقة دي. يعني احنا علشان نوصل الى بلاد الهند البوابة بتاعتنا لازم نسيطر الاول على بلاد السند. طب مستر يلا اسأل. يبقى كده احنا اول منطقة فتحناها في المشرق هي بلاد السند، فتحناها سنة كام؟ 89 هجرية. احنا المنطقة دي دلوقتي اسمها ايه؟ باكستان. طب يا مستر ايه اهمية فتح بلاد السند؟ هي البوابة اللي هتوصلني الى شبه القارة الهندية، او هي البوابة اللي هتوديني الى دولة الهند. الكلام سهل وبسيط. طب يا مستر مين القائد المسلم اللي هيروح يسيطر على بلاد السند؟ محمد ابن القاسم الثقفي، ده اسم القائد المسلم اللي هيروح يسيطر على بلاد السند، محمد ابن القاسم الثقفي. القصة بتقول ان محمد ابن القاسم اول ما اخذ الجيش، هو كان جاي من دمشق، هنا دي العاصمة بتاعتنا، راح بالجيش قدر يسيطر على بلاد السند ويكسب ويتوسع لحد ما وصل لمدينة مهمة جدا في بلاد السند، اوعى تنسى اسمها مدينة الملتان. دي أعظم مدينة هو سيطر عليها. والحمد لله محمد بن القاسم أول ما دخل مدينة الملتان وسيطر على بلاد السند، المدينة اسمها إيه؟ الملتان. بعد ما دخل الملتان وسيطر على بلاد السند، أخبار محمد وصلت إلى العاصمة دمشق، وكانت مكانة محمد بن القاسم مرتفعة جدا. الناس كلها أول ما عرفت إن هو كسب وسيطر على بلاد السند، الناس كلها كانت فرحانة بيه، الناس كلها كانت مبسوطة بيه، فارتفعت مكانته. خلصنا بلاد السند. كلام سهل جدا، انت بس اللي مش قاعد على حيلك وقاعد بتسمع بتركيز. يلا نقولها آخر مرة، بس تعال نقولها واحنا بنشوف الكلام. احنا شرحنا خلاص كده على الخريطة، تعال بقى نشوف اهو الكلام. دي هو اللي بيقول لك حرسوا على بلاد ما وراء النهر وطبرستان واقليم الجبال، دي منطقه. طيب تعال نشوف اهو. التاريخ كان سنه 89 بلاد السند اللي اسمها باكستان النهارده. القائد المسلم محمد بن القاسم الثقفي. ايه الاسباب اللي خلتنا نروح نفتح السند؟ هي البوابه لدوله الهند ومفتاح شبه القاره الهنديه. الحمد لله محمد فتحها، كسبها، سيطر على منطقة الملتان، انتصاراته راحت مدينة دمشق ومكانته بدأت ترتفع. خلصناها؟ طب تعال بقى نشوف المنطقة التانية بلاد ما وراء النهر. بص اهي اللي هي دي، بس انا محتاج اشرحها على الخريطة ديت عشان في تفاصيل كده انا محتاجك تبص عليها معايا. بص يا فندم، الاول بلاد ما وراء النهر اهي. طيب مستر بلاد ما وراء النهر دي النهارده اسمها ايه؟ اولا دي منطقة اسيا الوسطى. يعني هو لو قال لك اسيا الوسطى او بلاد ما وراء النهر الاتنين واحد. اسيا الوسطى دلوقتي هي الجمهوريات الاسلامية اللي في جنوب روسيا، اللي هي تركمانستان، كازاخستان، قزاخستان، افغانستان. الدول دي هي دي الدول اللي موجوده في منطقه اسيا الوسطى او منطقه بلاد ما وراء النهر. طب يا مستر هو ليه سموها بلاد ما وراء النهر؟ بص كده على الخريطه، شايف النهر ده؟ ده اسمه نهر جيحون. احنا بقى سمينا هذه البلاد ببلاد ما وراء نهر جيحون. خلاص. طيب مين القائد المسلم اللي هيروح؟ تعال نشوف التفاصيل بقى. يلا احنا كده قلنا اول معلومة هي موجودة في اسيا الوسطى. المعلومة الثانية هي موجودة ورا نهر اسمه نهر جيحون.
المعلومة الثالثة، القائد المسلم اللي هيروح يفتح المنطقة دي اسمه قتيبة ابن مسلم. القائد المسلم اللي هيروح يسيطر على المنطقة دي اسمه قتيبة ابن مسلم. هيروح سنة كام؟ 90 هجرية. طيب عمل ايه الراجل ده؟ بص كده، هو الأول اتحرك من المنطقة دي، مرو اتحرك كده، بدأ يتفرع، استولى على مدينة اسمها بخارى. كان محمد بن القاسم أخذ مدينة اسمها الملتان، ده أخذ مدينة اسمها بخارى، ومن بخارى بقى بدأ يسيطر على بلاد ما وراء النهر. مش ده المهم، المهم اللي جاي بقى. بص يا سيدي، لما احنا وصلنا إلى بلاد ما وراء النهر وسيطرنا عليها بالكامل اهي، احنا أصبحنا على حدود دولة الصين. فإمبراطور الصين أول ما عرف إن المسلمين قربوا جايين، إمبراطور الصين راح بعت رسالة إلى قتيبة بن مسلم. إمبراطور الصين راح بعت رسالة إلى قتيبة بن مسلم، قال له إيه؟ قال له اوعى تخش أرضي، إحنا هنتصالح مع بعض، عايز تاخد جزية مفيش مشكلة، ما أهم حاجة ما تخشش وتحاربني، أنا عايز أفضل محافظ على الحكم بتاعي في الصين. قتيبة قال له إيه؟ قال له طبعا أنا موافق، ما دام أنا هتسيبني أدخل أنشر الإسلام عندك، وده هدف الإسلام، هدف الفتوحات هو نشر الدين. فاحنا كده ملك الصين اتعامل مع المسلمين بذكاء، كده ملك الصين قدر يعرف إمكانيات الجيش الإسلامي وقدر يعرف إمكانياته، فعشان كده هو اتعامل معانا بذكاء، طلب مننا التصالح. خلاص؟ طيب تعال نشوف الكلام مكتوب إزاي، برضو شوف أنا بوري لك بعد ما بتفهم. يبقى بلاد ما وراء النهر أو آسيا الوسطى فتحناها سنة 90 هجريا. القائد المسلم قتيبة بن مسلم استولى على مدينة بخارى، خلي بالك هي مكتوبة غلط، هي بخارى. قدر يروح إلى أبواب الصين من الجهة الغربية، وملك الصين طلب منه الصلح عشان ما يحاربش معانا، فتعاملت أبرم يعني عقد معانا الصلح، وده دليل إن ملك الصين ذكي بيتعامل معانا بذكاء. طب بص الجملة دي عشان ساعات بتيجي في الأسئلة. بلاد ما وراء النهر اسم أطلقه المسلمين على البلاد التي يفصلها جيحون عن خراسان وحتى حدود الصين، والتي تقع وراءه شرقا وشمالا، ويصفها ابن حوقل إنها من أخصب أقاليم الأرض منزلة وأنزهها وأكثرها خيرا. يبقى ابن حوقل وصف بلاد ما وراء النهر بالجملة دي. خلي بالك الجملة دي ممكن تيجي في الامتحانات. طيب تعال نشوف بقى المنطقة اللي بعد كده، الفتوحات في آسيا الصغرى أو في بلاد الروم. طيب محتاج أنا بقى إيه نشخبط على الخريطة بتاعتنا، احنا نجيب احنا خريطة نرسمها ونشخبط عليها. بص يا سيدي الفاضل، نتخيل يعني ده البحر المتوسط، ماشي، دي حتة اللي هي آسيا الصغرى اهي، وهنا كده في مدينة اسمها مدينة القسطنطينية، ده اسمه البحر الأسود، تمام. دي بلاد الشام، دي حتة اسمها منطقة أرمينيا، خلاص، دي بلاد اليونان دلوقتي، دي تركيا. طيب أنا هجيب لك بقى الخريطة نفسها، الخريطة اللي هي أنا رسمت الحتة دي أهو، ده البحر الأسود، دي القسطنطينية، دي آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، دي بلاد الشام، دي أرمينيا، ده البحر المتوسط زي ما أنا رسمت بالظبط. أنا رسمت عشان نشخبط براحتنا بقى على الخريطة الإيه؟ الخريطة اللي الناحية اللي هناك. بص يا سيدي، أولاً كانت عاصمة الدولة الإسلامية مدينة دمشق أيام الأمويين. حلو. القائد معاوية والخليفة معاوية بن أبي سفيان لما سيطر على بلاد الشام وعلى منطقة أرمينيا، هو كان عارف معاوية إن أكبر خطر هيتعرض له على إيد الدولة البيزنطية اللي هم الروم. الحتة دي قال لك الحتة دي هتبقى خطر جدا عليا، فأنا لازم أأمنها. ده مين اللي بيتكلم؟ معاوية. طب يا عم معاوية،
هتعمل ايه علشان تأمن وجودك في بلاد الشام ووجودك في أرمينيا من تهديدات الدولة البيزنطية أو من تهديدات الروم؟ هتعمل ايه يا معاوية؟ تعال نشوف مع بعض. أول حاجة عملها الخليفة معاوية بن أبي سفيان تأمين. بدأ يأمن الصغور والعواصم. يعني يا مستر أنا هوري لك ما تقلقش. بص يا حبيب قلبي، دي بلاد الشام صح؟ دي منطقة الروم. هنا كده في منطقة اسمها منطقة الثغور. الثغور يعني الحدود، منطقة الحدود والعواصم هي دي. فبدأ معاوية يأمن هذه المنطقة، يحط بقى قوات عسكرية، يحط أسلاك شيكة، يزود عدد القوة المسلحة اللي موجودة هنا. المهم بقى يأمن المنطقة الحدودية اللي ما بين الدولة الإسلامية وبين بيزنطة. 2، بقى بيرمم ترميم القلاع والمواني. هوري لك على الخريطة ما تقلقش. يجي مثلا معاوية على البحر المتوسط، هنا في قلعة ومواني. يعمل ايه بقى معاوية؟ يبدأ يصلح كل القلاع والمواني اللي على البحر المتوسط، عشان لو حصل اي هجوم من الدولة البيزنطية من هنا ابقى انا مستنيهم. يبقى كده شوف الذكي معاوية بيعمل ايه؟ بيأمن بريا وبحريا. اول واحدة دي بري، وتاني واحدة دي تأمين بحري. هتسكت يا معاوية؟ قال لك لا لسه، استنى عليا. انا عايز اعرف البيزنطيين دول بيفكروا في ايه. يعني انا امنت بري وبحر، بس انا برضو مش عارف، او انا مش عايز اتفاجأ بيهم، فانا لازم اعرف هما بيفكروا ازاي. ايوه هتعملها ازاي دي يا معاوية؟ قال انا هأسس نظام اسمه نظام الصوائف والشواتي. يا مستر نظام الصوائف والشواتي ده؟ الصوائف يعني حملات استخباراتية هيبعتها في فصل الصيف عشان يتعرف على أخبار البيزنطيين، والشواتي هي بعثات في الشتاء استخباراتية هيتعرف بيها على قوة البيزنطيين. يبقى معاوية عشان يتعرف على قوة البيزنطيين أسس نظام لما بيبعت ناس تشوف أخبارهم في فصل الصيف سماه صوائف، لما يبعت ناس تتعرف على أخبارهم في فصل الشتاء ده اسمه شواتي. خلي بالك ده كده نظام استخباراتي، كده نظام التعرف على الأخبار والمعلومات. عارف ده ممكن نشبهه بمين؟ بص الحتة دي، ممكن أشبهه بسيدنا محمد في الهجرة لما كان بيقول لعبد الله بن أبي بكر تتبع أخبار المشركين، وهو النبي بيهاجر، تتبع أخبار المشركين وتعالى قولها لي. ده وجه شبه. في وجه شبه فين؟ إن سيدنا محمد هنا بيعمل استخبارات، وهنا برضو معاوية بن أبي سفيان بيعمل استخبارات. حاجة تانية، النبي محمد لما سافر المدينة كان بيعمل حاجة اسمها البعوث. دي حملات بيبعتها علشان خاطر يتعرف على قوة الأعداء. برضو البعوث دي شبه نظام الصوائف والشواتي. كده معاوية عمل 3 حاجات علشان يحمي نفسه من الدولة البيزنطية. لسه في واحدة كمان. معاوية هيبدأ يحاول يسيطر على مدينة القسطنطينية. اهي هيبدأ معاوية يفكر ان هو يروح يهاجم عاصمة الدولة البيزنطية اللي هي مدينة الايه؟ القسطنطينية. دي ال4 حاجات اللي معاوية عملها. وخلي بالك هو بيعمل حاجة برية تأمين. تعال نغنيها. يبقى معاوية عمل 4 حاجات. كان بيأمن الثغور والعواصم، كان بيرمم القلاع والمواني، وكمان بيعمل الصوائف والشواتي، وحاول يفتح مدينة القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية. بس للأسف معاوية لما حاول يفتح القسطنطينية هو فشل. هو حاول يروح يسيطر عليها بس ما عرفش يسيطر عليها. أقول لك ليه؟ تعال أقول لك ليه مع بعض. بص يا قلبي خلينا كده نتخيل يعني إن مدينة القسطنطينية أهي خلاص، دي أسوار هي عاملاها، ودي أبراج مراقبة معمولة، وإحنا كمسلمين جايين بالسفن بتاعتنا كده.
ماشي اهي، دي السفن الإسلامية اللي جاية علشان تفتح القسطنطينية. طيب بص يا سيدي، احنا هنمشي كده اهو في البحر اهو عشان نحاول نروح نفتح مدينة القسطنطينية. انا قلت لك احنا فشلنا في السيطرة عليها صح؟ طب يا مستر احنا ليه فشلنا في السيطرة عليها؟ تعال اقول لك. رقم واحد، لان الجو البارد خلانا مش قادرين ندخل القسطنطينية. الجو هنا كان برد جدا، فاحنا مش عارفين نحارب. الجيش بتاعنا الإسلامي دايما لما بيبقى الجو برد ما بيعرفش يحارب. هو الجيش الإسلامي متعود ان هو بيحارب دايما في أجواء حر، صحراء، فمية بقى وجو ساقع، فالجو البرد خلانا مش قادرين نحارب. حاجة تانية، انتشر وسط المسلمين في الوقت ده مرض الجدري، وده ساعتها كان مرض أعاذكم الله رب كده وحماكم. المرض ده كان بيموت الناس زمان، فانتشار مرض الجدري وسط المسلمين خلى المسلمين مش قادرين يروحوا يفتحوا القسطنطينية. طب لسه 2، طب يا عم احنا الحمد لله في ناس قدرت تتجاوز البرد وفي ناس ما عندهاش جدري قربوا. البيزنطيين بقى لما يلاقوا السفن بتاعتنا مقربة كانوا بيحدفوا علينا حاجة اسمها النار الإغريقية. ايه النار الإغريقية دي يا مستر؟ هفهمك. دي عبارة عن تركيبة كيميائية في إزازة مثلا، أو بيحطوها هي تركيبة كيميائية يعني مادة سائلة، يحطوها مثلا على كتلة من القماش ويولعوا ويقوموا حاتفين النار دي على السفن بتاعتنا، فالسفن بتاعتنا تولع. طب ما نطفيها، ده احنا في وسط المية. للأسف النار الإغريقية دي تركيبة ما ينفعش حد يوقفها، بتفضل مشتعلة في السفينة لحد ما السفينة كلها تتحرق وبعد كده النار تطفي. فاحنا استخدام البيزنطيين للنار الإغريقية خلانا مش قادرين ندخل. طب يا مستر في سواق على مركبة شاطر، ولد مصري مسلم شاطر، قدر يا باشا يخمس ويبعد عن النار، لقى النار الإغريقية بتتحدف عليه، راح عمل كده خمساية بالمركبة بتاعته وعدى، بعد عن النار. البيزنطيين عاملين ايه بقى في المية؟ عاملين حاجة اسمها السلاسل الحديدية. ايه يا مستر السلاسل الحديدية دي؟ تعال اوريك انا، بس انا عايز اجيب لك الايه الخريطة دي اوقع. بص، هم عاملين هنا على الساحل سلسلة حديدية. انا اسف معلش ثواني، معلش ثانية واحدة، كل حاجة هتتظبط دلوقتي. هم عاملين هنا على الشاطئ سلسلة حديدية في البحر. السلسلة الحديدية دي بتوصل الشاطئ الآسيوي بالشاطئ الأوروبي. فهم عاملين ايه؟ أول ما لقوا السفن بتاعتنا قربت راحوا رافعين السلسلة الحديدية اللي أنا شاورت لك عليها من شوية. السلسلة الحديدية اترفعت، فأنت مش عارف تعدي. دي حاجة كده عاملة زي الشبكة بتاعت الجون، تترفع في المية وتنزل، فاترفعت فأنت مش عارف تعدي. يبقى احنا كده مش عارفين نخش القسطنطينية لأن الجو برد، عندنا الجدري، البيزنطيين استخدموا النار الإغريقية. طب لو السفن عدت من النار يرفعوا لك السلسلة الحديدية. طب برضو نفس الولد الشاطر ده راح بداس بنزين بسرعة وراح جري عدى السلسلة الحديدية قبل ما تترفع. هيعرف يدخل بقى؟ لا، في أسوار ضخمة خارجية اهي. طب عدينا السور الخارجي، في أسوار داخلية. هم كانوا البيزنطيين مأمنين مدينة القسطنطينية تأمين كبير جدا. يبقى أكتر مدينة كانت مؤمنة أنا شايفها هي القسطنطينية. دي الأسباب اللي خلت المسلمين مش قادرين يدخلوا القسطنطينية. تعال بقى نقرأ كده مع بعض أهو. يبقى معاوية كان بيحصن منطقة الحدود اللي هي الثغور والعواصم، بيرمم المواني والقلاع على البحر المتوسط. أول واحدة دي برية، تاني واحدة بحرية. عمل نظام صوائف وشواتي، وأنا شرحت لك يعني إيه الصوائف والشواتي. بدأ يضغط على الدولة البيزنطية بمحاولة فتح القسطنطينية، لكن ما عرفناش. المطر الشديد، البرد القارس، في أمراض الجدري. البيزنطيين بيستخدموا النار الإغريقية في إشعال المراكب، السلسلة الحديدية.
ما بين ميناء القسطنطينية، السلسلة دي يعني ما بين القسطنطينية والشاطئ الآسيوي، أغلقت في حالة الحرب أو التهديد بالحصار. الموقع الجغرافي للمدينة فيها أسوار داخلية وخارجية ضخمة. خلاص، احنا حاولنا، الأمويين حاولوا وعملوا حاجات كتيرة جدا عشان يمنعوا أو يحاولوا يخشوا القسطنطينية، لكن في الآخر احنا طول عصر الدولة الأموية المسلمين ما عرفوش يخشوا المدينة. طيب، اللي كان بيكمل هو معاوية اللي بدأ، اللي كمل بقى القصة عبد الملك بن مروان. وانا محتاج اقرا معاك الجملة دي عشان جملة مهمة جدا بتيجي في الامتحان. بص يا سيدي، هو يقول لك كان الخليفة عبد الملك بن مروان، ده خليفة أموي، حريص على استكمال الفتوحات التي بدأها أسلافه يعني الناس اللي سبقوه في بلاد الروم. يعني عبد الملك هيكمل فتوحات في بلاد الروم، ويتضح ذلك من خلال وصيته لابنه مسلمة واللي قائد الجيش بتاعه. طب تعال نشوف هو بيقول ايه لابنه. فكن يا بني بالمسلمين بارا رحيما وأميرا حليما ولا تكن عنيدا كفورا. ده دليل على ان هو راجل كويس. طيب بص بقى بيقول ايه للقائد بتاعه، مهمة جدا دي بتيجي في الامتحانات. عبد الملك بن مروان بيكلم قائد الجيش بتاعه، انت تاجر الله لعباده، انت تاجر ربنا للعباد بتوعه. فكن كالمضارب الكيس، يعني خليك تاجر شاطر، كيس يعني شاطر، الذي لما ان وجد ربحا تاجر. يعني هو بيقول له ايه، لما تلاقي المكان اللي انت هتروحه ده انت ضامن انك انت هتروح تفتحه وتسيطر عليه، روح انشر الاسلام. والا لو حسيت ان في خطر، لا، احتفظ بقى بالجيش بتاعك، احتفظ برأس المال بتاعك. انت فاهم ها؟ ولا تطلب الغنيمة حتى تحرز السلامة. اوعى تجمع الغنيمة بتاعتك الا لما تحس انك انت بقيت امن في المكان اللي انت فيه. وكن من احتيالك على عدوك اشد حذرا، خليك حذر ان ممكن عدوك يصيبك في اي لحظة. اشد حذرا من احتيال عدوك عليك، يعني انت خليك دايما انت اللي بتسبق مش هم اللي بيسبقوا. خليني احلل لك الفقرة اللي اتقالت دي، وخلي بالك عشان الفقرة دي مهمة جدا جدا. بص يا سيدي، هو عبد الملك بيقول للقائد بتاعه خليك ذكي، انت دلوقتي انت قائد بتروح تنشر الاسلام، فانت التاجر اللي بتبيع، او انت التاجر اللي بتوصل الاسلام، بلاش بتبيع، بتوصل الاسلام. فخليك تاجر ذكي، لو لقيت مكان آمن مفيش خطر علينا نروح ننشر فيه الإسلام، روح. طب لقيت المكان ده خطر مش هعرف أروح أحارب فيه، احتفظ بقى بالجيش بتاعك، رأس المال يعني الجيش بتاعك. وقال له كمان اوعى تخش مكان وتجمع تبقى بتدور على الغنيمة اللي فيه وعلى المكسب اللي فيه إلا لما تبقى تحس إنك أنت في أمان، يعني تقضي على كل أعدائك. وقال له كمان خليك حذر من عدوك اكتر ما هو يبقى حذر منك، انت اللي تبقى واخد الخطوة المبدئية مش هو اللي يباغتك. ماشي؟ طيب تعال نشوف بقى الفتوحات الإسلامية في الغرب الإسلامي، حتة بقى اللي هي بتاعت شمال أفريقيا، عقبة وحسان. تعال نشرح مع بعض، ودي احنا محتاجين لها بقى ايه الخريطة دي او الرسمة دي اللي احنا بنرسم فيها. بص يا فنان، انا اعتبر يعني ده شمال افريقيا اهو، دي منطقة شمال افريقيا. تعال نبص عليها كده مع بعض. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي احنا هنفتح منطقة شمال افريقيا الحتة دي في عهد الدولة الأموية. كلام برضو جميل جدا وممتع، بس كالعادة محتاجنا مركزين. بص يا قلبي، الخليفة المسلم معاوية بن أبي سفيان قرر أول ما مسك الدولة الإسلامية قرر فيه السيطرة على المنطقة دي شمال أفريقيا. طب هيبعت مين القائد المسلم اللي هيفتح المنطقة دي؟ القائد العظيم عقبة ابن نافع. طب يلا بينا مع بعض نشوف الحدوتة، خلينا بنفس القلم. عقبة بن نافع في عهد معاوية أخذ الجيش بتاعه وبدأ يتحرك من مدينة هنا اسمها مدينة برقة. برقة دي في ليبيا النهاردة. وبدأ عقبة بن نافع يتحرك بمحاذاة الساحل، ماشي جنب البحر، عمال يكسب ويسيطر. بيكسب مين يا مستر؟ سكان شمال أفريقيا.
اسمهم ايه سكان شمال افريقيا؟ اسمهم البربر. فكان عقبة بن نافع بيكسب البربر لحد ما وصل الى ساحل المحيط الاطلنطي. كده انا شايف ان عقبة شاطر وناجح. بس في كارثة كان بيعملها عقبة. ايه الكارثة؟ ان المنطقة اللي كان بيوصل لها، يعني مثلا هو وصل للمنطقة دي، ما كانش بيثبت دعائم الحكم الاسلامي فيها. هو دخل وسيطر، يقوم مجمع الجيش ويقوم متحرك على المنطقة اللي بعدها. فعدم تثبيت الحكم في المناطق اللي كان بيخشها سيدنا عقبة بن نافع خلاه مش قادر يأمن المنطقة اللي وراه. فلما خلص ووصل للمحيط الأطلنطي حب يرجع إلى بركة، لقى بقى البربر كلهم متجمعين ومستنيينه في منطقة اسمها تهودة. منطقة اسمها ايه؟ تهودة. دي كانت سنة 64 هجرية. قامت معركة انتهت باستشهاد عقبة بن نافع. يبقى كده عقبة بن نافع اتحرك من مدينة بركة زي ما انت شايف، وصل إلى ساحل المحيط الأطلنطي، بس وهو في طريق العودة بتاعه لقى البربر قاعدين مستنيينه، استشهد في معركة مع البربر اسمها معركة تهودة. وعلى فكرة كل الحاجات اللي فتحها سيدنا معاوية عقبة بن نافع احنا فقدناها. طيب مين اللي هيكمل بقى من بعده الفتوحات؟ قائد تاني في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان. طب مستر، مين القائد المسلم اللي هيجي شمال أفريقيا؟ حسان ابن النعمان. ده اسم القائد المسلم اللي هيكمل فتوحات في شمال أفريقيا. طيب عمل ايه بقى حسان؟ اسمع بقى، ده في عهد عبد الملك. سيطر على مدينة هنا اسمها مدينة قرطاجنة. حلو الأسامي، خلي بالك. وحسان راح مثبت، سيطر الأول على المدن اللي حوالين قرطاجنة وبدأ يثبت دعائم الحكم الإسلامي في المنطقة دي. المنطقة دي اللي اسمها إفريقية، اللي هي دلوقتي اسمها تونس، البلد بتاعت علي معلول. فقرطاجنة المدينة دي اللي استولى عليها حسان بن النعمان. بعد حسان ما استولى على قرطاجنة راح مسيطر على كل المدن اللي حوالين المدينة. كده هو بيثبت دعائم الحكم، كده هو اتعلم الدرس من عقبة بن نافع. حسان بن النعمان راح قرر يخلي الحتة دي متكاملة في كل حاجة. راح أسس ميناء جديد سماه ميناء تونس. جه هنا على الشط بتاع البحر وأسس ميناء سماها ميناء تونس. الميناء دي كان حسان بيفكر يخليها مركز صيانة كبير جدا للسفن. يعني يا باشا أي سفينة معدية في البحر المتوسط عندها مشكلة نروح لميناء تونس نصلح. أي سفينة عايزة تريح تعمل تغيير زيت تعمل أي حاجة يلا على ميناء تونس نصلح. هو لما بنى الميناء دي حسان بن النعمان كان عايز يشوف ناس بقى شاطرة تيجي تشتغل معاه. قعد يدور، لقى مين؟ لقى أقباط من مصر. أقباط يعني مسيحيين. لقى أقباط في مصر شاطرين جدا في موضوع صناعة السفن. راح قال لهم بعد إذنكم تعالوا اشتغلوا معايا. يبقى حسان اعتمد على أقباط من مصر يشتغلوا معاه في ميناء تونس. أظن الكلام واضح والدنيا سهل، بس تعال نطلع استنتاج عظيم جدا هنا. حسان بن النعمان لما يعتمد على أقباط من مصر ده بيفكرني بمين؟ جدع، بالرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. النبي اعتمد على واحد اسمه عبد الله ابن أريقط، واحد هيبقى دليل النبي محمد في الهجرة. وعلى فكرة كان عبد الله بن أريقط ده ساعتها ما كانش مسلم. يعني كده النبي لما عمل كده مين اللي قلده؟ حسان بن النعمان لما أخذ الأقباط من مصر يعتمد عليهم في تونس. طيب حاجة أخيرة عملها الراجل الطيب اللي اسمه حسان ابن النعمان. حسان لقى ان في مجموعة من البربر قاعدين مستنيينه. البربر دول اللي قتلوا سيدنا عقبة في معركة تهودة. حسان لقى مجموعة من البربر قاعدين مستنيينه، فحسان راح كسبهم وانتصر عليهم. كسبهم وانتصر عليهم في
معركة وقتل الست اللي كانت مسؤولة عنهم اللي هي اسمها الكاهنة. قتل الست اللي كانت مسؤولة عنهم اللي هي اسمها الايه؟ الكاهنة. خلاص. طب ما تيجي نقرا الكلام ده بسرعة كده في الملزمة اهو. يبقى احنا كده بدأت الفتوحات في عهد معاوية بن ابي سفيان، ومفروض هيستقر زي ما انا هقول لك في عهد الوليد. طيب مين اول قائد؟ عقبة. انطلق من مدينة برقة، فتح شمال افريقيا، وصل الى ساحل المحيط الاطلنطي او الاطلسي، بس وهو راجع زي ما انا وريتك استشهد في معركة تهودة. مين هيكمل من بعده؟ حسان، ده في عهد عبد الملك بن مروان. انطلق الى افريقيا اللي هي تونس دلوقتي، سيطر على قرطاجنة وعلى المدن الساحلية اللي حواليها، ثبت دعائم الحكم فيها، عمل مينا اسمه تونس وجاب لها اقباط من مصر يشتغلوا معاه. ده كده شبه سيدنا محمد. ميناء تونس دي هتبقى قاعدة تجارية وحربية وكل حاجة. قضى على قوة نشأت من البربر تتزعمهم الست اللي اسمها الكاهنة وقتلها. طيب تعال نشوف بقى ثالث شخصية، موسى بن نصير. هنجمل برضو على الخريطة بتاعتنا. بص يا فنان، ثالث قائد هيشتغل هو، معرفش اللون ده باين ولا لأ، باين. في عهد الوليد بن عبد الملك هيجي لنا واحد اسمه موسى ابن نصير. موسى بن نصير ده هو اللي هيبدأ يكمل فتوحات في شمال أفريقيا. احنا خلاص وصلنا للحتة دي وسيطرنا عليها إفريقيا. حسان بقى هيكمل، وصل لمنطقة هنا اسمها مدينة سبتة. دي مدينة موجودة في بلاد المغرب، في دولة المغرب دلوقتي. سبتة دي كان بيحكمها واحد بيزنطي مش مسلم. اسمه ايه؟ اسمه يوليان. الاسم ده اوعى تنساه. يوليان اول ما عرف ان موسى بن نصير والمسلمين جايين علشان يسيطروا على المنطقة دي كلها، راح يوليان بعت لموسى وقال له انا بستسلم، انا مش عايز احارب، انا هسلمكم المدينة بس بشرط سيبوني افضل حاكم على مدينة سبتة زي ما انا. طبعا موسى قال له تمام، احنا مش بنحارب حد ولا بنجبر حد على حاجة، ما دام انت خلاص هتسيبنا نخش ننشر الاسلام وانت بتعترف ان المدينة بقت تابعة للمسلمين، فاحنا هنسيبك حاكم عادي على منطقة سبتة. موقف يوليان من المسلمين بيفكرني بمين؟ بإمبراطور الصين. لقال لقتيبة بن مسلم انا مش عايز احاربك وهسيبك تدخل عندي. يبقى هنا موقف يوليان بيشابه موقف امبراطور الصين. طيب فموسى سيطر على سبتة بالاتفاق مع يوليان. برضه هو سيطر على مدينة تانية هنا اسمها طنجة. طنجة دي برضه مدينة مشهورة موجودة في المغرب لحد دلوقتي. مدينة طنجة دي مين اللي هيمسكها بقى؟ قائد مسلم. اسمه ايه؟ اسمه طارق ابن زياد. ده القائد المسلم اللي هيمسك مدينة طنجة. بس انا عايز اقول لك على حاجة قبل ما اقولها لك. تعال نراجع، تعال نحل، تعال نقول اسئلة. يلا يبقى كده وانت هترد معايا. يبقى كده اول واحد في عهده بدأنا نروح نفتح شمال افريقيا معاوية. اول قائد مسلم عقبة بن نافع. استقر الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. القائد المسلم اللي هيعمل استقرار للفتح الإسلامي في شمال أفريقيا موسى ابن نصير. موسى سيطر على كم مدينة؟ 2، سبتة وطنجة. سبتة وطنجة، سبتة وطنجة. سبتة مين اللي هيحكمها؟ يوليان راجل بيزنطي اتفق مع موسى بن نصير، قال له سيبني احكم المدينة وهعمل لك اللي انت عايزه، واحنا كمسلمين ما بنحبش نحارب. موقف يوليان بيفكرني بموقف امبراطور الصين. طنجة هيحكمها طارق ابن زياد، شاب مسلم لسه داخل في الاسلام جديد، هو واحد من البربر دول اللي هم سكان شمال افريقيا، اسلم لسه معانا جديد، وبسبب كفاءته وعظمته وقوته احنا خليناه حاكم على مدينة طنجة. كده احنا خلصنا الحتة دي، بس احنا محتاجين نشوف النتائج المترتبة على فتح بلاد المغرب. ركز في الحتة دي عشان مهمة جدا. المسلمين لما فتحوا بلاد المغرب كانت النتيجة البربر كلهم دخلوا في الإسلام، ودي حاجة عظيمة جدا. بدأنا كمان ننشر اللغة العربية ما بين البربر دول اللي هم قبائل الأمازيغ دلوقتي،
قبائل الأمازيغ دول منتشرين في شمال أفريقيا، وفي منهم عندنا في واحد سيوة. تمام. القبائل دي بعد ما دخلت في الإسلام بدأوا المسلمين ينشروا ما بينهم اللغة العربية، والبربر اتعلموها. احنا كمان بعد ما فتحنا شمال أفريقيا أمنا حدودنا الغربية، دي بتيجي في الامتحان. بص بقى العظيمة اللي جاية، البربر بسبب قوة إيمانهم وكفاءتهم اندمجوا مع المسلمين في الفتوحات الإسلامية اللي جاية، ودي عمرها ما حصلت في أي حتة في الدنيا. عمرها ما حصلت إن حد يبقى مسلم لسه داخل في الإسلام جديد ونخليه يحارب. ما حصلتش غير مع سيدنا خالد بن الوليد، كان لسه داخل في الإسلام وراح يحارب معانا. لكن البربر هم القبائل أو العناصر الوحيدة اللي أسلمت وبعدها اندمجوا مع الجيش الإسلامي وراحوا يحاربوا معاه. ده بيثبت ان البربر أو قبائل الأمازيغ هم ناس قوية جدا، وإيمانهم كان قوي جدا. أول ما دخلوا في الإسلام رفعوا شعار الجهاد وراحوا يحاربوا مع المسلمين. خلاص؟ طيب خليني أقول لك على معلومة تانية مهمة جدا، ان البربر والمسلمين عاشوا مع بعض في بلاد المغرب. والناس الأدبي بقى تخلي بالها من الحتة دي عشان احنا هنحتاجها السنة الجاية في ثالثة ثانوي. القبائل العربية والبربر عاشوا مع بعض مندمجين في شمال أفريقيا. وعلى فكرة العرب مع البربر استكملوا فتوحات في جزر البحر المتوسط. يعني تخيل العرب قدروا يسيطروا على الجزر دي، صقلية وسردينيا وجزر البليار، بمساندة القبائل البربرية اللي هم القبائل الأمازيغ. طيب تعال بقى نخش على فتح بلاد الأندلس. الأندلس ده اسم أطلقه العرب على أسبانيا بعد فتحها، وهي كلمة مشتقة من واندلس، وهو اسم لقبائل الويندال الجرمانية التي اجتاحت أوروبا في القرن الخامس واستقرت في السهول الجنوبية الأسبانية. ماشي، هي دي دولة أسبانيا، احنا هنرسمها وهنبدأ نشتغل عليها دلوقتي. خلاص؟ طيب تعال نشوف، يلا بينا. يلا بص يا سيدي، احنا خلاص بعد ما فتحنا شمال افريقيا، لا احنا نغير اللون ده بقى عشان اللون ده مش حلو. يعني هتخيل ان دي شمال افريقيا اهي، ودي منطقة بلاد الأندلس أهي. ده مضيق جبل طارق، دي شمال أفريقيا. ده المحيط الأطلنطي، وده البحر المتوسط، ودي بلاد الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال دلوقتي اللي المسلمين هيعدوا علشان يفتحوها. طيب القصة بدأت منين؟ احنا قلنا هنا في مدينة اسمها مدينة سبتة بيحكمها واحد اسمه ايه؟ يوليان. يوليان ده عرض على موسى بن نصير اللي هو حاكم شمال أفريقيا. يوليان عرض على موسى بن نصير، قال له يا موسى أنا بعرض عليكم المساعدة عشان أخليكم تفتحوا بلاد الأندلس، أنا بحبكم فأنا هخليكم تفتحوا بلاد الأندلس. موسى بن نصير قبل ما ياخد قرار بالفتح كان لازم يستأذن. هيستأذن مين؟ الخليفة المسلم الوليد بن عبد الملك. معلش اسمع بقى الحتة دي مهمة جدا. موسى بن نصير لما اتعرض عليه الفتح في بلاد الأندلس ويوليان قال له أنا هساعدك، موسى ما كانش ينفع ياخد قرار الفتح ده لوحده. حلو، فراح استأذن، بعت رسالة بيستأذن فيها الخليفة الوليد بن عبد الملك. الوليد رد عليه وقال له ايه؟ يا موسى، بالبلدي بقى، يا موسى اتأكد الأول ان المكان اللي انت هتروح تفتحه يكون مكان آمن على جيش المسلمين. احنا ما نعرفش الأندلس دي يا ترى عاملة ازاي، ما ممكن تبقى خطر. فالأول اتأكد يا موسى ان المنطقة اللي احنا رايحينها دي واللي انت هتبعت اليها الجيش الإسلامي تكون منطقة آمنة مش خطر على الجيش بتاعنا. موسى ابن نصير راح رادد عليه وقال له يا أمير المؤمنين، المنطقة اللي أنا بتكلم عنها دي منطقة قدامي أنا شايفها
اللي بيبقى واقف على ساحل المضيق من الناحية دي بيبقى شايف المنطقة دي كلها. مش هيبقى شايفها لجوه بس هيبقى شايف حتى المنطقة الأولانية دي. المهم موسى بدأ يكلم الوليد، والوليد قال له أهم حاجة تضمن لي إن الجيش المسلم هيبقى فيه أمان لو راح المنطقة دي. الدنيا تمام وإحنا أمننا نفسنا. موسى بقى هيبدأ يجهز الجيش على إيد القائد المسلم طارق ابن زياد. لو أنت برنس ومشغل مخك هتقدر تستنتج إن المضيق ده اتسمى اسمه مضيق جبل طارق نسبة إلى الشخصية العظيمة دي طارق ابن زياد. طيب تعال نحكي القصة إيه اللي حصل. طارق خد السفن من يوليان لأن ده اللي هيساعدهم يروحوا الناحية التانية، وطارق عدى الناحية التانية. في بعض الروايات قالت إن طارق ابن زياد أول ما وصل إلى ساحل الأندلس حرق كل السفن اللي كانت موجودة معاه. يعني أول ما نزلوا على شط الأندلس راح طارق ابن زياد أمر بإشعال النار في كل السفن. ليه يا عم؟ ليه أنت عملت كده؟ إحنا هنرجع إزاي؟ قال لهم مفيش رجوع، إحنا يا نفتح البلاد الأندلس يا نموت، مفيش فكرة إن إحنا نرجع دي خلاص. وده على فكرة بيثبت كلامي إن البربر اللي هو منهم طارق ابن زياد كانوا أشد إيمانا أول ما دخلوا في الإسلام. طيب المهم تعال نشوف التفاصيل. طارق ابن زياد هيخش في أول معركة هنا اسمها معركة جبل الفتح. دي واحدة من أعظم المعارك الإسلامية اللي كانت موجودة في بلاد الأندلس. إحنا في بداية المعركة، في بداية معركة جبل الفتح، المسلمين كانوا خسرانين. حصل علينا هجوم شديد جدا من القوط. القوط هم الجماعات اللي بتحكم بلاد الأندلس. حصل علينا هجوم شديد جدا من القوط في منطقة جبل الفتح. بس طارق قدر ينظم الدنيا، قدر يعمل تنظيم للجيش الإسلامي بتاعنا، وقدر ان هو يكسب في النهاية. وانتهت معركة جبل الفتح بانتصار طارق ابن زياد والمسلمين. القوط هربوا من جبل الفتح، استخبوا هنا دي منطقة اسمها الشزونة. طارق ابن زياد اتحرك وراح إلى منطقة شزونة ودخل في معركة تانية مع القوط اسمها معركة شزونة. انتهت المعركة دي بهزيمة القوط، وتم قتل ملك القوط في معركة شزونة. عشان كده العلماء بيقولوا إن أعظم معركة خاضها المسلمين على أرض بلاد الأندلس هي معركة شزونة. ليه يا مستر دي أعظم معركة؟ لأن بعدها الفتح بتاع بلاد الأندلس بقى سهل، تم التمهيد لفتح بلاد الأندلس، وطارق ابن زياد بدأ يجري ويسيطر على أماكن كتيرة في الأندلس. حاجة صعبة؟ أكيد مفيش حاجة صعبة إن شاء الله. طب تعالى بص على الكلام، نراجع بسرعة. القصة بقى بتاعت إن الخليفة يتكلم مع موسى إحنا حكيناها هنا اهي. عايز بس أقول لك على تركاية كده اكتبها ورايا لو أنت معاك حاجة تكتب فيها. لما موسى يستأذن الخليفة الوليد عشان نفتح الأندلس، ده بيفكرني بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما كان رايح يفتح سبيطلة استأذن الخليفة عثمان بن عفان. فهي نفس الفكرة. طيب موسى قال لطارق خد الجيش وروح افتح بلاد الأندلس. نزل على سفوح جبل الفتح، يعني نزل عند الجبل، لقى مقاومة عنيفة من القوط. في البداية كان مسلمين كانوا خسرانين، ولكن في النهاية أحرز نصرا مؤزرا عليهم مما جعلهم يجمعون شملهم للقاء في معركة شزونة. طيب معركة شزونة طارق ابن زياد ضد القوط، انتصر المسلمين، اتقتل ملك القوط. بعدها دخل المسلمين بلاد الأندلس. عشان كده أنا قلت لك إن أعظم معركة احنا دخلناها هناك كانت معركة شزونة. طيب بعد معركة شزونة حصلت حاجة بقى بالله عليك ركز فيها. بص يا سيدي، في ايه بس تزعليش مننا. طيب في ايه بس؟ تعال نشوف. بعد ما طارق بدأ خلاص بعد شزونة يكمل السيطرة، موسى بن نصير حب يشترك في فتح بلاد الأندلس ويكمل الفتح. فموسى راح معدي بالجيش بتاعه واخد طريق غير الطريق اللي مشي فيه موسى، غير اللي مشي فيه طارق، خد طريق تاني عشان يكمل الفتح. اوعى بس تنسى ان اهم مدينة
هو سيطر عليها اسمها مدينة إشبيلية. الناس اللي بتتفرج على الدوري الأسباني في فرقة في أسبانيا اسمها فرقة إشبيلية أو إشبيلية. موسى بن نصير دخل المدينة بتاعة إشبيلية دي وسيطر عليها، وأخد، اوعى تنسى ان هو أخد طريق مخالف غير الطريق اللي مشي فيه طارق بن زياد علشان يكمل فتح بلاد الأندلس. حلو كده، كام قائد استولوا؟ 2، موسى وطارق قبليه. لسه فاضل اسم أخير. موسى كان معاه ابنه عبد العزيز، فعبد العزيز ابن موسى هيقدر يسيطر على شرق بلاد الأندلس. يبقى المسلمين عشان يفتحوا بلاد الأندلس في 3 قادة اشتركوا في الفتح. طارق بن زياد دخل في معركة اسمها جبل الفتح، وبعدها معركة شزونة اللي سهلت علينا الفتح. بعد كده موسى بن نصير عدى بالجيش بتاعه ودخل مدينة إشبيلية وأخذ طريق مخالف عن الطريق اللي كان ماشي فيه طارق بن زياد. الحاجة الثالثة ان عبد العزيز بن موسى عمل ايه؟ عبد العزيز بن موسى قدر يسيطر على شرق بلاد الأندلس. طيب خليني اقول لك على حاجة مهمة، ان المسلمين بعد ما دخلوا بلاد الأندلس نشرنا فيها الإسلام. تعال نشوف النتائج. احنا بعد فتح بلاد الأندلس خلينا العاصمة مدينة قرطبة. اوعى تنسى الاسم ده مهم، عاصمة المسلمين في الأندلس. احنا بدأنا ننشر الإسلام في بلاد الأندلس ونشرنا التعليمات بتاعته، عملنا إصلاحات إدارية وعمرنا وبنينا، عملنا مساجد ضخمة جدا في بلاد الأندلس لحد دلوقتي موجودة. عملنا حرية في ممارسة العقائد الدينية، حرية اختيار القاضي اللي انت عايز تقف قدامه في محكمة. دي بقى أهم واحدة. قضينا على نظام الطبقات وحررنا العبودية. يقول لك أكتر ناس استفادوا من الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس هم العبيد، الزراع. بالله عليك دي حتة مهمة جدا. طيب خليني أقول لك إن المسلمين بعد ما فتحوا بلاد الأندلس احنا سيطرنا على بلاد الأندلس ما عدا حتة واحدة ما قدرناش ندخلها. تعال نبص كده عليها. بص، المسلمين سيطروا على بلاد الأندلس بالكامل ما عدا الحتة دي. الحتة دي اللي هي شمال غرب الأندلس. الحتة دي المسلمين ما قدروش يسيطروا عليها. عارف ليه؟ أقول لك ليه. دايما لما يبقى في منطقة أنا مش عارف أفتحها كقائد إسلامي بيبقى السبب الأساسي برودة الجو. الجو هنا كان برد جدا، وكان السطح مش مستوي، كان فيه وعورة في السطح. وعورة يعني السطح ما كانش ثابت، جبال وهضاب وسهول، حاجات غريبة كانت بتحصل في المنطقة دي. عشان كده قالوا ان اتجمعت قوة ضد المسلمين في المكان ده لان احنا ما عرفناش نفتح هذا المكان. طيب اخر منطقة بقى هنفتحها، يعني انا قلنا دي بلاد الأندلس اهي احنا سيطرنا عليها. اخر بقى منطقة هنحاول نروح نفتحها هي بلاد الفرنجة او اللي احنا بنقول عليها فرنسا. خلاص دي اخر منطقة المسلمين هيروحوا يسيطروا عليها. تعال نشوف القصة فيها ايه. احنا كان عندنا قائد مسلم اسمه عبد الرحمن الغافقي، ده قدر يفتح كل النصف الجنوبي من بلاد فرنسا. الحته الجنوبيه كلها من بلاد فرنسا هو فتحها. بس هو كان بيعمل حاجه، فتحها من الشرق للغرب. بس هو كان بيعمل حاجه، هو لما دخل بلاد فرنسا هو عدى الجبال بتاعه البرانس وبدأ يسيطر على جنوب فرنسا من الشرق للغرب. اي منطقه كان بيدخلها كان بيسيب فيها حاميه عسكريه من الجيش بتاعه. يعني كل مدينه دخلها ساب فيها جزء من الجيش بتاعه كحاميه تامنها عشان ما يحصل لهمش زي ما حصل ايام عقبه. بس المشكله دي اضعفت الجيش بتاعه. في الوقت ده كان واحد اسمه دوق يعني قائد مدينه، دوق اكوتين، قال لي شارل مارتل ده حاكم فرنسا، قال له انت لازم تساعدنا عشان نحارب المسلمين جايين يحاربونا. المهم شارل مارتل طلب المساندة من بابا روما، وبدأت كل القبائل النصرانية المسيحية في أوروبا تتجمع عشان تحارب عبد الرحمن الغافقي. وفعلا هيحاربوه في واحدة من أهم المعارك اسمها بلاط الشهداء أو معركة تور بواتييه. المسلمين بعد ما وصلوا إلى مدينتي تور وبواتييه فتحناها، بدأ الفرنجة يجوا يهاجمونا. طبعا الفرنجة دول اللي هم فرنسا، شارل مارتل مع بابا روما مع القبائل النصرانية، الناس دي كلها متجمعة ضد عبد الرحمن الغافقي.
رغم التجمع ده المعركة قعدت 10 أيام، المسلمين ثبتوا، لكن في النهاية استشهد عبد الرحمن الغفقي ومعاه كتير جدا من القادة بتوعه، وقرر جيش الإسلام الانسحاب. طبعا ده خلى نخسر المعركة، تمام. وبعد كده بقى خلاص شارل مارتل سيطر على كل حاجة، المسلمين خسروا وانتصرت الفرنجة. أسباب الهزيمة بقى إن شارل مارتل كان معاه جيش كبير جدا، عمل حشد ضد المسلمين، هو كان قريب من الإمدادات بتاعته. الفرنجة معاهم البابا، معاهم دوق أكوتين. دوق أكوتين ده اللي هو كان حاكم مدينة في الجنوب، أنا قلت لكم في عليها في الحصة، هو كان حاكم مدينة في الجنوب، راح علشان يطلب المساندة من شارل مارتل. الظروف الطبيعية بقى، المناخ، البرد الشديد، كنا بعيد جدا عن القواعد بتاعتنا، المسلمين كانوا منهكين بسبب الحروب. طيب خليني اقول لك على تركايه كده خلصنا الدرس، بس تركايه مهمة اسمعها كويس. هو مش شارل مارتل ده قبل ما يخش في معركة بلاط الشهداء كان بيحشد، يعني جمع بابا روما وجمع معاه القبائل النصرانية؟ عارف الحشد ده بيفكرني بمين؟ بهرقل ملك الروم لما كان بيحشد ضد المسلمين في معركة اليرموك. يبقى أنا شبهت شارل مارتل بهرقل، إن هما الاتنين عملوا مبدأ الحشد ضد الإسلام. طب حاجة تانية مهمة جدا، مش إحنا قلنا إن عبد الرحمن الغفقي استشهد؟ عبد الرحمن الغفقي استشهد في معركة بلاط الشهداء، صح؟ مستر. عارف ده شبه مين؟ بيفكرني بمين؟ اسمع بقى عشان الحتة دي صعبة انك تاخدها لوحدك. بيفكرني بواحد اسمه النعمان ابن مقرن المزني. عبد النعمان ابن مقرن المزني ده استشهد في معركة نهاوند، يعني ده استشهد في بلاط الشهداء وده استشهد في معركة نهاوند، فكده ده وجه شبه. يبقى وجه الشبه بين معركة بلاط الشهداء ونهاوند استشهاد القائد. لسه في معركة كمان. فاكر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، الثلاثة استشهدوا في غزوة مؤتة. يبقى وجه الشبه ما بين الثلاثة دول استشهاد القائد بتاعهم. كده احنا الحمد لله خلصنا الدرس السابع على خير، فاضل لنا بس الدرس الأخير إن شاء الله بإذن الله اتفرجوا عليه في الفيديو الجديد بتاعه. السلام عليكم.